عسلامة ومرحبا بكم مع ديوا سويت ناس. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا وصفة طاجين بنادق. هو عبارة على وردة من البطاطا المقلية محشية بكعابر اللحم مفروم وخليط ما بين العظم والسبناخ. وصفة سهلة برشا وبنينة، تنجموا تقدموها كان جاوكم ضياف وإلا كان مقبلات في شهر رمضان الكريم. للغسيل متاع اليوم تستحقوا 4 كعبات بطاطا ماذا بيكم يكونوا طويل شوية، 250 جرام اللحم مفروم، 8 كعبات عظم، 500 جرام سبناخ، 200 جرام جبن مرحي، حكة كريم فريش، بصلة كبيرة، زيت، زبدة وشوية فاحات. أول حاجة نبدأ بيها نحضروا البنادق متاعنا. نفوحوا اللحم بشوية ثوم بودرة وإلا فصين ثوم مهروسين، شوية فلفل أكحل، مغرفة صغيرة تابل وكروية، مغرفة كبيرة زعتر، مغرفتين كبار معدنوس شايح وإلا فرشك، ونكملوا بشتر مغرفة صغيرة كركم. نخلطوهم مليح مليح لين كل شيء يتخلط مع بعضه. انا ما حطيتش ملح خاطر اللي عندي احرج، خفت لما يذوبليش، انتوما حطوا شويه. نكعبروا اللحم كيما تراو فيه. اول ما تبداو تاخذوا كميه تنزلوا عليها بالكدا بيديكم، من بعد تكعبروها تكملوا هكاكا حتى توفى الكميه الكل. في مقلة ماذا بيكم ما تتلصقش تحطوا ترف زيت ونطيبوا فيهم كعابر اللحم. كما تراو انا حطيت شويه ملح في الزيت خاطر ما حطيتش في اللحم، نخليهم يطيبوا وكل مره نقلبوهم من شيره لشيره. اصل البنادق التونسيه اللي نستحفظوا بهم مده طويله ما يطيبوش هكا. ان شاء الله المره الجايه نوريكم كيفاش. نقصوا البطاطا اللي سبق وقشرناها بالطول. كما قلت لكم ماذا بيكم الكعبه تكون طويله تبدا لكم اسهل من بعد. نقليوها في زيت سبق وسخناه مليح حتى تتحمر شوية، ما تقليوهاش برشا خاطر باش تكمل الطيب من بعد في الكوشة. البطاطا حضرت نصفيوها من الزيت مليح ونحطوها فوق سويتو باش يكمل يشرب الزيت اللي فيها. نحيو كعبر اللحم المقلة ونحطو في بلاصتهم البصلة المقصوصة جويدة وشوية زبدة. نفوحوها بشوية فلفل أكحل ونخليوها تذبال حكاية 3 دقائق. نزيدو فوقها السبناخ. انا كنت مستحفظه بيه في المجمد، كان عندكم فريشك قصوه وحطوه حتى يذبل مليح. نفوحوه بشويه جوز الطيب نواد موسكاد ونخليوه يتقلى حتى يشيح شويه من الماء متاعو. في سحفة كبيرة نفقسوا العظم ونفوحوه بشوية جوز الطيب، ثوم بودرة وإلا سنة ثوم مهروسة مليح ونخلطوه بالقدا. نزيدو فوقهم الجبن المرحي. انا استعملت جبن ايمونتال، انتوما استعملوا الجبن اللي تحبوه ونخلطوا مليح. نكملوا بالقشدة الطازجة والسبناخ اللي سبق وحضرناه ونخلطوهم مليح. بالنسبة للسبناخ يلزم تخليوه يبرد شوية قبل ما تحطوه باش ما يطيبليش العظم. في قالب يدخل للكوشة كبير وإلا صغير كما تحبوا. أنا خيرت نعمل 4 صغار باش كل واحد ياخو كعبة وفي نفس الوقت تبدأ أزين.
نفرشوا البطاطا متاعنا كيما تراو فيها. ماذا بيكم تدهنوا الطبق بشوية زبدة باش يتنحالكم من بعد أسهل، وفي نفس الوقت تبديلكم الكعبة أزين. نصبوا في وسطه الخليط اللي سبق وحضرناه ونكملوا بكعابر اللحم. نرجعوا البطاطا على الخليط ونحطوه يطيب في الكوشة على 200 درجة مئوية حكاية 35 دقيقة. سيي الطاجين متاعنا حضر، وما نحكي لكمش على البنة. جربوه وقولوا لي كان عجبتكم الفيديو. ما تنسيوش باش تشتركوا في الشين كان مازلتوا ما اشتركتوش، وتتابعوني على ريزو سوسيو الفيسبوك والانستغرام، واهم حاجه تبارتاجيوها وتدعموني برشا جيمات وكومنتات. وتوا ما بقى كان باش نقولوا مع بعضنا اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال.